الكتاب ده شكله حلو، انا هقرا منه النهارده 25 صفحة. كده خلصت ال 25 صفحة بتوع النهارده. انا بصراحة مش قادر اقرا النهارده 25 صفحة، مش هقرا بلاش. وقفت زي كل مرة صح؟ لا انا مش قادر، بس مش هقف، لا. هرجع تاني بكرة. عشان انت معتمد على المثالية مش معتمد على الاستمرارية حتى لو بحاجات صغيرة. يعني ايه؟ خش على الفيديو وانت تعرف. ماشي، يلا نخش على الفيديو. اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. كل ما نبدأ عادة جديدة زي القراءة أو الرياضة أو أي عادة جديدة حلوة، بنلاقي نفسنا وقفنا من تاني يوم. طب إيه السبب؟ أنا هقولك. بص، إحنا أول ما بنبدأ إحنا بنكون عندنا الحماس في أعلى مستوياته، فده بيخليك تقول حاجات زيادة عن طاقتك، تبالغ في الحاجات اللي أنت عايز تعملها. يعني مثلا تقول أنا هبدأ أقرأ 30 صفحة وأعمل 50 ضغط وهعمل نظام صحي صارم وهعمل حاجات وتقول حاجات عالية عن طاقتك، حاجات انت مش هتقدر تعملها غير يوم واحد مثلا اللي انت قلت عليه، اللي الحماس فيه عالي. لكن اول ما مستوى الحماس ينزل هتلاقي نفسك وقفت على الحاجات دي لانك بالغت فيها قوي. فايه الحل لكده؟ انا هقول لك. لازم تخلي العاده الجديده اللي انت عايز تعملها ده جزء من روتينك. يعني مثلا لو انت بتشرب قهوه الصبح، قول انا وانا بشرب القهوه هقرا صفحتين، فانت كده حطيت القراءه صفحتين مع القهوه اللي انت اصلا متعود بتشربها. فده مش هيبقى صعب انك تبدا العاده دي لانك بتعملها مع عاده انت بتعملها اصلا. او مثلا ممكن تقول بعد ما اخلص الشغل اللي ورايا هنزل اتمشى 30 دقيقه. لانك لو سبت العاده عايمه في يومك كده وزي ما تيجي تيجي، انت مش هتقدر تستمر عليها. لازم تخليها جزء من روتينك، تبقى عارف ان بعد العاده دي هعمل العاده دي. ده هيساعدك اكتر انك تستمر عليها وتبقى كويسه معاك اكتر. الاستمرارية بتغلب الكترة. يعني لو يوم انت حاسس ان انت مش قادر وحاسس ان انت خلاص ما عندكش شغف تعمل حاجة، اوعى تقطع السلسلة. ممكن تعمل حاجة احسن، وهي انك تقلل حجم العادة لأقل حاجة انت ممكن تعملها. يعني مثلا القراية، لو انت مش قادر تقرا فصل كامل النهاردة، اقرا صفحتين بس، صفحتين بس احسن من انك ما تقراش خالص. او لو مش قادر تعمل النهاردة 10 ضغط، اعمل 5 بس، اعمل 2 بس، المهم انك تعمل. لكن لو ما عملتش وسبت العادة خالص، انت ممكن تلاقي نفسك كسلت تاني. الأحسن انك تعمل العادة بس صغيرة، يعني تصغرها على الآخر، تصغر على أقل حاجة عندك. في مقولة بتقول done is better than perfect. انك تعمل الحاجة أحسن من انك تعملها مثالية. انك خلاص تخلص الحاجة وتنجزها أحسن من انك تخليها مثالية على الآخر. اتبع تقدمك بشكل مرئي. العقل البشري بتاعنا ما بيقدرش يكمل في حاجة غير وهو شايف نتائج تعبه قدامه. يعني أي حاجة هو بيبدأ فيها لازم يكون شايف قدامه نتائج، لازم يبقى حاجة قدامه تثبت له ان انت بتتعب وقدامك نتائج طالعه لك، مش بتتعب وخلاص. لانك لو شفت انك بتتعب وخلاص مش هتقدر تكمل. فالاحسن ممكن تستخدم نوتة صغيرة او اي ابلكيشن تتبع زي نوشن او تيك تيك، وتتبع عليه العادة اللي انت بتعملها، واليوم اللي تخلصها فيه تشطب عليها بعلامة صح. لان عقلك كل ما يشوف قدامه علامات من الصح بتكبر قدامه يوم ورا يوم. هتلاقي ان بيتولد جواك حافز انك عايز تكمل وعايز تستمر وتكبر السلسلة دي وتخلي السلسلة قدامك اكبر، لان ده بيحفزك، بيخليك متحفز. فهتلاقي نفسك مش عايز تكسر السلسلة وبتكمل يوم ورا يوم حتى لو بحاجات صغيرة زي ما قلنا في اللي فاتت. اعمل الحاجة حتى لو ما عندكش شغف، لأن الشغف أو والحماس هما الطاقة اللي بتبدأ الرحلة أو الوقود اللي بيبدأ الرحلة، لكن عمرهم ما هيكملوها. لأن اللي بيكمل الرحلة هو الانضباط والاستمرارية. فالاستمرارية الحقيقية بتبدأ لما يبقى عندك انضباط روتيني وعندك روتين كويس انت ماشي عليه، مش معتمد انك يبقى عندك شغف 24 ساعة 24 ساعة وكل يوم يبقى عندك شغف وحماس. لان ده مش هيحصل، مش هيبقى عندك كل يوم شغف وحماس. انت ممكن تصحى، يعني ممكن في يوم تصحى تلاقي نفسك مش عايز تعمل اي حاجه، بس الانضباط هو اللي بيخليك تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. واي شخص ناجح زي مثلا بيل جيتس، ماسك، اي حد من الناس الناجحه اللي بنشوفهم قدامنا، مش كل يوم بيصحوا يلاقوا نفسهم عندهم شغف وحماس ان هم يعملوا الحاجه بتاعتهم، بس ان هم عندهم انضباط وعندهم استمراريه وروتين ماشيين عليه، حتى لو ما عندهمش شغف وحماس انهم يكملوا ويعملوا الحاجه اللي هم عايزين يعملوها. بيكملوا الشغف بيجي لهم باقي اليوم. يعني لان هم لما يكملوا الحاجه بيلاقوا الشغف بيجي لهم على مدار اليوم. انك لما بتعمل الحاجه وتحس بانجاز، فتلاقي انك اتحفزت انك تعمل باقي الحاجات. الخلاصه، النظام دايما بيغلب الحماس. دي القاعده اللي لازم تعتمدها، ان النظام دايما بيغلب الحماس. لان مثلا انت لو معتمد على النظام ومعتمد على نظام وروتين منضبط ومرن، تقدر تغيره زي ما انت عايز، وكمان سايبه انت تقدر ماشي عليه وملتزم عليه، احسن ما تبقى معتمد على شويه حماس كده كده هيخلصوا.
لو معتمد على الحماس هو كده كده هيخلص، هتلاقي نفسك وقفت. ده اللي بيخلينا نقف، ده السبب اللي بيخلينا نقف دايما، هو اننا معتمدين ان احنا لازم يكون عندنا حماس، لازم يكون عندنا شغف طول الوقت، لكن ده مش هيحصل. فانت لازم تبقى عندك استمرارية وعندك روتين انت ملتزم عليه مهما كانت الظروف اللي بتحصل لك بقى، مهما كان اللي انت حاسس بيه، عندك شغف ما عندكش شغف، انت ملتزم عليه، ملوش دعوة بالشغف او الحماس. وما تنساش ان قليل دائم احسن من كثير منقطع. ندخل على فقرة المقولة، ومقولة النهاردة للكاتب جيمس كلير. المقولة دي احنا خدناها في فيديو قبل كده، بس حاسس ان هي لايقة جدا على الموضوع ده. بيقول you don't rise to the level of our goals, you fall to the level of our system. انت مش بتطلع لمستوى اهدافك، انت بتنزل لمستوى السيستم بتاعك او النظام بتاعك، لان اهدافك انت مش هتوصل لها غير بالسيستم اللي يوصلك ليها. فانت بتفضل ماشي بسيستم كويس، السيستم ده طالع لمستوى اهدافك. فانت لو السيستم بتاعك تحت خالص ومش ملهوش دعوه باهدافك، هتلاقي نفسك انت بتنزل لمستوى السيستم بتاعك، مش بتطلع لمستوى الاهداف بتاعتك. بس يا رب يكون الفيديو فاتكم. لا، ما تنساش تشترك في القناه وتطبق اللي احنا قلناه في الحلقه. اهم حاجه انك تطبق اللي قلناه في الحلقه، لانك لو سمعت من غير تطبيق مش هتقدر ان انت تكمل. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم يوسف من كافي دوز، ومتنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.